السلام عليكم خوتنا المشاهدين. اليوم غادي نهضروا على رجاء. واش رجاء اعتزلت من اليوتيوب؟ كيف ما شفنا رجاء اخر ظهور لها في برنامج الوانكم كانت قالت واحد الكلام انها ما كرهتش لو كان ما دخلتش لهذا العالم الاحمر، وكون ما كرهتش انها تدخل اليوتيوب لانها فركت ليها الشمل ديالها وفركت ليها الشمل مع العائله ديالها. داكشي علاش رجاء من بعد الرجوع ديالها لراجلها ما بقاتش بانت في اليوتيوب نهائيا، وهذا الشيء كيبين انها بعدات من اليوتيوب لانها ما لقاتش راحتها وما سعدهاش في حياتها، لانها قبل اليوتيوب كانت سعيده خصوصا مع داك الراجل، غير بالقليل كانت فرحانه. وشفناها دوك الخرجات اللي كانت تدير معاه في بدايه اليوتيوب، كانت تمشي كتشري ابسط الحوايج وكتقول لي انا بغيت نعيش معاك مدى الحياه، انا بغيت عمرني ما نتفرق معاك. ولكن كما كنعرفوا هاد اليوتيوب والسوشيال ميديا والمتبعين والواتساب والقنوات وكلشي كيتدخل في حياتك، الناس كتبدل وما كتبقاش كيف ما كانت. شفنا رجاء تبدلات بزاف على راجلها، ولا كل واحد كيشوف في جهه، وزائد دوك الفلوس اللي تسرقوا ليهم زادوا الناس، كبرت المشاكل بيناتهم ورجاء قررت تطلق منه. ولكن ملي ضغطات عليها الام ديالها وبغاتها ترجع، شفنا رجاء في الاخير عقبت حضرت راسها، ولكن بعدات من اليوتيوب ما بقات تحط لا في قناتها، ما كتصورش مع راجلها. شفنا حتى بعد الرجوع راجلها كيصور مع خواتاته مع عائلته، ولكن رجاء ما بقاتش باغا تصور، ما بقاش باغا تبان من اليوتيوب. هذا خطوه مزيانه. الا كان الواحد ما مرتاحش شي حاجه وشايفها ما سعداتوش، من الاحسن يبعد عليها. كيف ما قالت رجاء هي ماشي ماديه، وهي ما كتبعش الفلوس، وهي باغا مصلحتها، باغا راحه نفسها. وهذا الشيء بزاف ديال الناس كيقلبوا عليه. كاينين اللي كيتقاتلوا باش يقلبوا على الماده، وكاينين اللي كيبغيو غير راحتهم وكيبغيو النفسيه ديالهم تكون مزيانه. رجاء كما كنعرفوا مازال صغيره ومازال ما عارفاش، كما تنقولوا دايخه، ما عارفاش راسها من رجليها. داكشي علاش كنتمناو اي واحد كيفكر في تفكير صحيح نتمناو ربي يوفقوا ليه. الواحد ملي كيتلهط مع الفلوس كيولي تابعهم باي طريقه، مشاكله بظرف الاعراض باي حاجه باش يلم الفلوس. وخصوصا في هذا اليوتيوب هذا كيلهط بنادم، يولي يخرج اي حاجه غير باش يربح مبالغ ماليه من وراء داك المشكل. ولكن هاد رجاء هذه ربي اعطاها القناعه. كيف ما شفنا اختها اللي تسرقت معاها ما تنازلاتش، بقاو فيها دوك الفلوس، بكات عليهم جرات عليهم، ودابا كتصور هي وراجلها جوج فيديوهات كيتحطوا في النهار. تابعه الماده. مريم كتبان لينا كتجمع الفلوس وعزيزين عليها الفلوس، عكس اختها رجاء واخا مشاو ليها الفلوس ما تسوقاتش وما تعاداتش مع عائلتها معاهم على حساب الفلوس، واخا عندها مشاكل ما خدمتش بيهم وما جمعتش بيهم فلوس. يعني راه الناس راه ماشي كلها بحال بحال. داكشي علاش كنقولوا الرجاء الا كنتي اختي كتشوفي انك مصلحتك وسعادتك بعيده عن اليوتيوب، سيري في هذا الطريق. وإلا شفتي راسك بان الاعتزال والابتعاد عن اليوتيوب غيريحك ويجمع لك الشمل ديالك، كنقولوا لك رجوع موفق. وحتى واحد ما يضغط عليك ولا يقول لك صوري ولا ديري ولا خدمي. احسن حاجه المراه هي بصح تكون في دارها وحياتها الشخصيه ما تكونش بارطاجه في اليوتيوب، انا درت، انا فطرت، انا خرجت، انا كلت، انا نعست. يعني داكشي كيولي ماشي حياه. نتمنوا لك رجوع سعيد، وراجلك راه خدام في اليوتيوب وعنده قناه، نتمنوا ليه حتى هو التوفيق. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.